نحضروا مع بعض ايس كريم سريع التحضير لذيذ جدا راقي مثل اللي كناكلوه في المطاعم المشهوره مثل ماكدو اللي الاسم ديالو سانداي. زوين بزاف، رائع ولذيذ. نتمنى انه ينال اعجابكم. الى عجبكم كيف دائما ما تنسوش تشجعوني بلايك وتخليوا لي تعليقاتكم الرائعه، وايضا الاشتراك في القناه الى اول مره شفتي فيديو اليوم. فبالنسبه للمكونات كنحتاجوا الصوص كراميل، غادي نقول لكم باش يمكن لكم تعوضوها. كنحتاجوا ايضا الجبن، عفوا الياغورت اللي كيكون بالجبن مثل جوكر، وكنحتاجوا الكريمه الخفق اللي هي لا كريم شونتي، وكنحتاجوا السكر فانيليا. بالنسبه لكريمه الخفق اي الكريمه السائله اللي هي لا كريم شونتي، كنحتاجوا الكوبين مملوءين جيدا ما يعادل 300 مليلتر. فكتستعملوا لا كريم ليكيد اللي كتكون فيها الدهون بنسبه كبيره 30 حتى ل 35%. غادي نضربها جيدا مع السكر فانيليا حتى كنحصل على كريمه متماسكه، ومن بعد غادي نضيف لهم ياغورت وفرماج اي الجب، الزبادي بالجبن، الياغورت بالجبن اللي استعملوا نوعيه جوكر. انا استعملت هذه النوعيه، هما بتي سويس يعني علبه صغيره، نتوما استعملوا ملعقتين كبيرتين. فيمكن لكم تستغناو على هذه الخطوه، تكتفيوا فقط بلا كريم شونتي. فغادي نضيف ملعقتين كبيرتين من صوص كراميل. يمكن لكم تعوضوها ايضا بالحليب المحلى المركز كيعطي نفس النتيجه. غادي نضرب الكل جيدا حتى الكريمه كتولي متماسكه. كنوضع الخليط في جيب حلواني، فكنختاروا القمع اللي كتكون عنده اسنان واسعه باش كيعطينا واحد الشكل جميل للايس كريم ديالنا. في كؤوس التقديم غادي نوضع ملعقه كبيره من صوص كراميل اللي سبق لي وحضرتها على القناه، غيظهر لكم الرابط على الشاشه وتلقاوها تحت في صندوق الوصف. وغادي نديروا الايس كريم ديالنا بهذا الشكل هذا. نحاولوا اننا نعطيوه الشكل يعني ديال سانداي بهذا الشكل هذا. ضروري اننا نختاروا القمع اللي كيكون ذو اسنان واسعه، وما يبقى لي غير نزين له الوجه بخطوط من الصوص كراميل. يمكن لكم تعوضوها بصلصه الشوكولاته اللي غادي نحضرها من بعد مع بعض. غادي نحضروها من بعد مع بعض اللي هي صلصه سريعه جدا. كنزين لها الوجه برقائق اللوز او بالفول السوداني اي الكاوكاو اللي كيكون مهرمش ومحمر. غادي نمشيو دابا نحضروا صلصه الشوكولاته لتزيين الكلاص. غادي خديت هنا تقريبا حبتين من الشوكولاته اللي ذوبتهم في الميكروويف، ومن بعد كنضيف لهم ماء مغلى، ماء يكون مغلى. كنضيفوا قطرات صغيره وكنحركوا حتى كنحصلوا على خليط اللي غادي يكون لامع وسائل. فبالنسبه لهاد الاكواب هادو كنوضعوهم في المجمد على الاقل ساعتين حتى ل3 ساعات، ومن بعد ما يبقى لكم غير تقدموهم بالصحه والراحه. فصراحه كيجيو لذاذ بزاف، رائعين، سهلين في التحضير. نتمنى انهم ينالوا اعجابكم. الا بغيتوا تحضروا كميه كثيره او فقط تستعملوا كؤوس صغيره فغادي تعطيكم كميه كثيره، فانا مستعمله كؤوس بحجم كبير. فكنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم. الى اول مره شفتي فيديو اليوم ما تنساش تنضمي معنا وتشتركي في القناه باش توصلي بكل جديد الوصفات. فما عليك غير بتفعيل الجرس. بالنسبه للمزيد من الوصفات تلقاهم على القناه، وايضا